الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالإخوة الكرام في سلسلة السيرة العطرة سير التابعين الكرام. هنا في قصة عمر بن عبد العزيز، وقد وصلت إلى هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتكلم عن زهده وورعه رحمه الله، وكذلك زواجه بفاطمة بنت عبد الملك بنت عمه. زهده وورعه رحمه الله. الورع، الزهد والورع. الزهد العربي قامت شني الجنتيري مثلا غاس المال اللي هو غاس شا يتقتصد ذو القناعة، يجي غاس القناعة. غاس الزهد يعني غاس القناعة. الورع كذلك، الورع في مثل شني الجن تيري غاس شوت الحكماني، عشان العلم، عشان الفقه، عشان السنة مثلا فتوى. وشكي شحد مثلا رنت السن اللي غاس العلم رنت يوز تحدد يسقسى مثلا عشان قضية دي الدين. شال العالم من مقران يسقساوني مثلا يسقسا ويخسبو دي جاوب وتجي يستكبرني غير يكتم العلم لا يترجى وني غاس ديني محضرني غادي العالم ني رنتا يترجى رنتا غادي يجاوب. مع أنت السؤال موجه اثنين من العلماء، باش نعلم غاس الدرجات، والنغ العالم غاس الدرجات مراي متنع ويفتشا ديال الحضاني يتسمى قناص الورع. يسن يترجى الاخ النكيس ادي يفتر انت. مثلا عبد الله بن المبارك رحمه الله توغا يروح يجمشان يوفى تيمن امانة يجموانو يكون تيمر انت اكيسن وات السن وات السن لي ودان القوم يزدي الجني السنيث الناس يا امام اكين التيمذ والقى حدا جيايم الناس هكذا العيش. الناس العيش امه ماني واش السن وانت السن هذا كاش مخلطون شكوع شعانين يعني خلني جند بنادم نيشان مرمر بدا تعيش موقار بدا محترم يتسمى غا العالمه وليتي غاس شويه ورع وزي الورع. اذن الورع وتجي بنادم مزيده مثلا وغادي نحدد الزوج الجودان وذين جند العالم ذا الفقيه مليح يسن يفهم غاس التجربه وشديد التنع لا ونسقن بالورع. كذلك هذه الزوج الجودان المحراب وتجي من هب ودب. المحراب وتجيب نجيرات محراب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي انا وذي صيزج اقراكم لكتاب الله وني غاجل كتاب الله يحفظ كتاب الله يترتل القران مليح وشي تغيما غاد فات مزيده يترجى نشدوين دوين وذي قبانين وها نزج جود نعوذ بالله. الناس قان بالورع. الورع خني مراد زيد تقدم ضد زكوتان تصباح خلني جات الورع نيشان الله يهدينا زعما الصراحه. عشان مرات التفدير في مزيده 50 60 واحد مرات عنا يا ويا زاد سكين غير جيت تشكل عن شكي وروح شكي غير شكي الرسول صلى الله عليه وسلم يستشنانا يوصينا اقراكم لكتاب الله. وهذا غير يجيبو القضيه يا وها وحقك انه سواء للقران اعلمكم بالسنه
وني غتجي القرآن والسنة ظني غيقدم لنا زيقولا. كذلك ولا غيجي شيء مني عاوتاني نمرج انا حتى إذا كنتم سواء دي السنة غام القرآن والسنة الجماعة ثقاديني ودنا غاسم القرآن والسنة أكثركم هجرة وزوغت التجربة ديال الهجرة ديال الجهاد يعني ديال السياحة ديال ثمواث التبليغ الدعوة وهذا غيشي كذلك مني باش وانت من غير خلني ما سواء ديال القرآن السنة ديال الهجرة ديال الدعوة ديال كلشي خلني دغيس أكبركم سنا هادشي شنو نتقل شي نهار هو قدم يبقى يمغا خنا الشيخ يمغا واخا هو يغري واخا غاس قرآن دروس حتى تقدمت لا نخالف السنة الشيخ مي غادي تشر الماضي لها أي حاجة ديال ديننا حتى ديال دنيانا مرة نعارض يدخل كتاب الله والسنة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير نفك الأمور لنا ولكن شي نتعقد نعمادها وقت غنصور هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله اخر الزمان اخر ايام الناس اخر عهد من يدعى ونلقى السيد عامرين ولا شحال يدعوا السنوه وهذا الشوا يعتزل ودا يعتزل قبل تدع وجدي وعبد الله بن المبارك رحمه الله تغل العالم نقرا الامام نقرا عاد والسينغ واش يجن زكيني فغري غادي يتسمى ديال قصص التابعين العالم ذا مجاهد يجاهد في سبيل الله يوريس من الديوان يتسمى المجاهد في سبيل الله الديوان يتفرق الجيش يتسمى العسكري اش تنسنت خاص نسيو العادي ان شاء الله ملي غادي يتم الوقت اللي خاص نسيو ربما محمد بن واسع تغي يغزو في سبيل الله تغي يغزو في سبيل الله اما عبد الله بن المبارك تغير يخنز الديوان يتسمى ديال لائحه الجيش راه انت اللي تفرق الجيش مريم ما يفرق يتفرق كيس مرا الرباط دي الثغرات دي حد الحدود ماليني واحد اللي خاص تسوي نسوق الجيش القتال تغد العالم المجاهد مقاتل في سبيل الله العالم بنفس الوقت العالم كبير العلماء زي كبار العلماء مرة يسرى يجي الخطبة انت دوم الدكرنس قيم حسان كن دافريد تاني جيتك الخطبة يقاي ناس حفظت الناس وني تعاود تدخل فيه عاود يتخسر دني طبعا يجن وعاء من العلم عبد الله بن المبارك رحمه الله تلقى هو وضع عرب ولكن طول السوق العربية كان خراساني يمكن عجم كان تركي كنت زي أفغانستان غير مرة قناص تركيا أذربيجان أوزبكستان طاجكستان قرغيزستان مرة ينا تركي إذن الزهد الورع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإن سألت عن الزهد فهذا هو الزاهد حقا فلقد جاءته الدنيا تحت رجليه فرفضها وتاقت نفسه إلى الجنة الرحمن جل وعلا عمر بن عبد العزيز تسد الدنيا راغمة يوفيت توجد ببزد الآمير يتسمى مصر عمومي يسد الخلفاء يمسر المال تغاصب تغي تعيش غادي تمزينس تعيش مليح يتياض مليح حتى تغي تخيك الخويا لا دي تمشي دي شي تغي نقاد وقعروض الناس السيف الناس شوف الناس تغي منقي زاهي رحمه الله وزام مش غيدور قال مالك بن دينار يقولون مالك زاهد أي زهد عند مالك وله جبة وكساء إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها مالك بن دينار رحمه الله وبالمناسبة مالك بن دينار تغسيو الخصيج مهار بسكامي إن شاء الله تسير الحلقة النص كاملة أتقض الحلقات ربما إلا توصية أن زوارت يعني نغسل يتوبن مثلا تو يكاشر مبرد الشر يكاشر مبرد الضلال وني وشخص يتوب هذه غا السيرة وانيتاتي خاصة ينسوين الشرب ينسوين الشرب أضغان السيرة وانيتاتي أضزعن ما مش التوغاء قوال جيس والشرب وشيء يعني وشيء يطغاك غا
يعني ربما ذو السن غشواوها وجبشون دقنشيني مسرمن. سبحان الله. يعني من عمر بن الخطاب ربما جيجن حديث وإن روميا الكفار اتخذن الشرب ديجن حفلة ديجن حفلة واضح شن زي سمو سقاق بالكيسان نشين لا عم تضرنا غا الثمال حد ينقعد بسبب السكر. مالك بن دينار رحمه الله قانس مالك قام زاهد يجا ويعني غير فنس يصير غير فنس وتغاد زاهد التوبة نيكا لا إله إلا الله والسلام. قانس مالك زاهد أي الزهد غا مالك ماني جا الزهد غا مالك بن دينار الزهد غا وانيتين مقان عمر بن عبد العزيز توزد غا الدنيا تعظم دا قموم شو غادي استيوي الطاكس. وبلغ عمر بن عبد العزيز أن أحد أبنائه اتخذ خاتما واتخذ له فصا ب1000 درهم فكتب إليه بلغني أنك اشتريت فصا لخاتمك ب1000 درهم فبيعه واشبع به بثمنه 1000 جائع واتخذ خاتما من حديد واكتب عليه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يوضز الخباق جنميس يا عمر بن عبد العزيز يصغان يجون ذمام يتحخذنت يتحو عران تخاذنت أذمام النين يصغيت 1000 درهم يصغر يا راز الخباق الناس بباس يسكس لبراتي الناس زنز خاذنت النين الزنزيت ميد غتعب حد الزيت واحد الزيت 1000 مسكين 1000 جائع غتستشد الصغر أو اتخذ خصي عشان تخاذنتم الزار عريخاس رحم الله عبدا عرف قدر نفسه. عريخاس قد يحمر بيجن يسميني سكوا أو شحال سكوا. بل تدبر معي إلى حاله عندما تزوج فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وكيف جعلها تتحول من امرأة لا تشغلها إلا زخارف الدنيا وزينتها إلى امرأة زاهدة عابدة. وزا ينشت البرك يغزاكي ذي عوض أم يتزوج فاطمة بنت عبد الملك أمن النتوغة تجد سد خليفة بابا سد خليفة أي تمازد خلفاء عايزن سد خليفة معرة والعائلة سد خلفاء برا الأمر وشايو في تجي النعام تعجز القصة غا الملك يدسم الملك بن مروان عبد الملك بن مروان يويتي تغى تنعم الأموال الحولي تتماءل الذوطة مشى أو نقام اشتيارة العابدة الزاهدة وغاص ولو ما تغذور ثقاش النمارات يستخضار يتقيس قيمنا وتحرشر الناس تخضاريف تقوال القصة نسمع بكيس غيسيور مش كيس غدار تذكر سيا ما عليك دي نيشان المسافة ما عليك دي شان ربحها ما عليك دي شان تمسيج على رد الخلافية خلافة نيت تسمى والخاسن دي جن أزمة ديال بيت عمر. فهذه السيدة التي كانت بنت خليفة وزوجة خليفة وأخت 4 من الخلفاء خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم زفة إليه وهي مثقلة بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من الحلي والمجوهرات. هنا عائلة نساقا مشتو غاد الخلفاء مرة عمي تفضل البيت النسلح غاد البيت المميز عمر بن عبد العزيز تفضل أغلى المجوهرات الحلي من كل شيء أغلى من غاد يتجن غاد مغارين على وجه الأرض الدنيا تكمل. ويقال إن هذه الحلي قرطي ماريا الذين اشتهر في التاريخ وتغنى بهم الشعراء وكان وحدهما يساويان كنزا. شن قرطا شن تخرازين تغنتين شن عهد اشتهانت كيش عهد قانس قرطي ماريا قيرطي ماريا تغنى زي الشعراء السور الخاص الشعر بل
إنش تغ سكان الكنوز يشتنزيسن سكان الكنز. ومن فضول القول أن أشير إلى أن عروس عمر بن عبد العزيز كانت في بيت أبيها تعيش في نعمة لا تعلو عليها عيشة امرأة أخرى في الدنيا لذلك العهد، ولو أنها استمرت في بيت زوجها تعيش كما كانت تعيش قبل ذلك لتملأ بطنها في كل يوم. تقعد تعيش دي النعيم تغا كتازي المعارين سنجي الماضي تويج دي النعيم. وفي كل ساعة بأدسم المأكولات وأنذرها وأغلاها، وتنعم نفسها بكل أنواع النعيم الذي عرفه البشر لاستطاعت ذلك، إلا أن الخليفة الأعظم عمر بن عبد العزيز اختار في الوقت الذي كان فيه أعظم ملوك الأرض أن تكون نفقة بيته بضعة دراهم في اليوم. يعني عمر بن عبد العزيز يخضع هذه غار بعض الدرهم وها إنها يعيش. ورضيت بذلك زوجة الخليفة التي كانت بنت خليفة، وتمتعت بحلاوة الاعتدال، فكانت مغبطة بذلك لأنها تذوقت لذة القناعة وتمتعت بحلاوة الاعتدال، فصارت هذه اللذة وهذه الحلاوة أطيب لها وأرضى لنفسها من كل ما كانت تعرفه قبل ذلك من صنوف البذخ وألوان الطرف. صعداء ولو نقرب خاص يتسمى عجز لحظة يتسمى بين رمشة عين وانتباهها يبدر يغيا كلشي عشان الخيال الناعي من الطرف من البذخ نيك وشي عيد يدور تمسكينة تجعتي شوها شومعات يجنها شنجنها لا صعداء. بل اقترح عليها زوجها أن تترفع عن عقلية الطفولة فتخرج عن هذه السفاسف التي كانت تبهرج بها أذنيها وعنقها وشعرها ومعصميها مما لا يسمن ولا يغني من جوع، ولو بيع لأشبع ثمنه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله. فاستجابت له واستراحت من أثقال الحلي والمجوهرات واللآلي والدرر التي حملتها معها من بيت أبيها، فبعث ذلك كله إلى بيت مال المسلمين. كلشي مار من كيستوزي تدعم من باباس الحولي المجوهرات ثيخروزين دي مقياسين من تقدق معن من تقدق كيريا من تقدق غجن من تقدق خرخير ندقضان كلشي منايني الزهوني الحولي مار للناس بيت المال المسلمين نيش عشان ديزي مسلم المار. وتوفي عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولم يخلف لزوجته وأولاده شيئا، ومن بعد ما يموت واسني يجي طاولنس تمغاف نسول. فجاءها أمين بيت المال وقال لها إن مجوهراتك يا سيدتي لا تزال كما هي. يزد أمين المال أمين بيت المال أسس الحارس وإني جند الأمين خل بيت المال زقيمو عمر بن العزيز يزدقف مغاف عمر الناس يا سيدتي قال مجوهرات لم يتساز دي بيت المال وقتني قديني كمر من في داره زميلي صغير وإني أعتبرها أمانة لك. قنش قد ولغ بالأمانة النم وحفظتها لذلك اليوم وقد جئت أستأذنك في إحضارها وصغت زعما إذن زعما أقصد من إدارة. فأجابت بأنها وهبتها لبيت مال المسلمين. الناس قاشوها وقت بيت المال المسلم طاعة لأمير المؤمنين. ثم قالت وما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. الوفاء ثم غارين يزن الوفاء ثم الوفاء وذور القاطع الناس واجيتو أسطع غيدا أصعصير يموت. الوفاء نش غاسمي زي غايش الشعب يكمر غير حولي يني الذهب ني المجوهرات ني اللؤلؤ ني والني ما رازي يعيش الدولة. الناس واجي هذا استعغي تغيدا خوم يموت نضريث ندار خاص شروشها تعصير يدا يموت.
وأبت أن تسترد من مالها الحلال المورث ما يساوي الملايين الكثيرة في الوقت الذي كانت محتاجة فيه إلى درهيمات، وبذلك كتب الله لها الخلود. وها نحن نتحدث عن شرف معدنها ورفيع منزلتها بعد عصور وعصور رحمها الله، وأعلى مقامها في جنات النعيم. وأخيرا أهدي لحضراتكم هذا المشهد المهيب. نوضع المشهد الذي غادي دمينا. قال رجاء بن حيوة الوزير المخلص لعمر بن عبد العزيز، يونيد السبب باش يحكم عمر بن العزيز تعود الوزير نص رجل صادق. كنت مع عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة، فأرسلني لأشتري له ثوبا فاشتريته له ب500 درهم. فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه رخيص الثمن. إن شميت عمر الولي في المدينة المنورة يسكيث حزيوية يجن القميص مثلا أرو يوز يجن القميص 500 درهم من الوقت النيل أميستي ديوي يخزع ثمها يخزع يصير ناس جيد، وهي ناس جيد لولا أنه يعني يا خاص. فلما صار خليفة للمسلمين بعثني لأشتري له ثوبا فاشتريته له ب5 دراهم. فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه غالي الثمن. أمي ذور الخليفة المسلمين الحاكم يحكم خد دولة كمار مترافية الأطراف، يحكم زي روسيا غير اسبانيا. اسكا ون رجاء بن حيوان نسحو يد عروض يسكس 5 درهم 5 درهم يسغزد يجن الثوب أمي تديوي إن سرد واني تاني يشنا ولكن يغراه 5 دراهم يغراه. هو جيد لولا أنه غالي الثمن. قال رجاء: فلما سمعت كلامه بكيت. يعني مصري وورني يرو رجاء بن حيوان. قال عمر: ما يبكيك يا رجاء؟ قلت: تذكرت ثوبك قبل سنوات وما قلت عنه. فكشف عمر لرجاء بن حيوة سر هذا الموقف وقال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة. أمي سينما مثل يا رجاء إنس ذكا غومي توغا شكدي المدينة شموس شمسين عذون مش توغا يتسكد غوارض نجدي يغص 500 درهم ثني ذي الصباح يشنا ملكا مشا يغرا يا خاص 500 درهم ثني يا خاص رخص 5 دراهم ثني ذي شنا ولكن يغرا يتسميو في تمشي بالدرزق يجن حال النعيم غايجن حال الفقر تد الملك. إنس عمر إنس يا رجاء غاري النفس تواقة تمنى من غير تمنى وما حققت شيئا إلا طاقت بلي ما خصها تحقق شن حاجة تحققت تفكر شن حاجة النظريت لما هو أعلى منه كتازي من إني طاقت نفسي إلى الزواج من ابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. تاق نفسي تمنى نفسي أتزوج إدريس على العزيزية فاطمة بنت عبد الملك فزوجتها اتزوجت. ثم طاقت نفسي إلى الإمارة فوليتها. تصدر الأمير في المدينة نخشى مصر الأمصار يتولد الأمير. وطاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها. تفكر نشدي الخلافة عاود يأتي وصدار قدر الخليفة. والآن يا رجاء طاقت نفسي إلى الجنة فأرجو أن أكون من أهلها. الناس تقول يا رجاء تفكر هذه الجنة توحش إلى الجنة فأرجو أن أكون منها، يعني الله سبحانه وتعالى الذي يفعل الجنة. إذن أختم هذا القدر إن شاء الله من هذه القصة الرائعة من قصص عمر بن عبد العزيز رحمه الله سيرته العطرة. إلى وقت لاحق إن شاء الله قصة أخرى
سوف أذكر فيها ما جرى بين الخازن وعمر. خازن بيت المال من يقعني عمر رحمه الله، عمر بن عبد العزيز، ربما خاص يعذر زي بيت المال، خمني غير الشانس زي قطع شي حاجة أثيار بيت المال، أظن خاص غير الخازن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.